السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل كل عمل خالص لوجهك الكريم. انتشر مؤخرا طريقة عمل الزبدة النيوزيلندي في البيت، أو ممكن يكون أصبح ترند. كل ما أفتح أي صفحة ألاقي ناس كتير جدا عاملاها. حبيت أشارك معاكم الوصفة وأشوف هل هي تستحق التجربة فعلا، ولا هي مضيعة فلوس وناس بتعمل ترند للمشاهدات وبس. فأنا هعملها بطريقتين. الطريقة الأولى هنعملها بوش اللبن أو بالقشطة اللي بنجمعها من وش اللبن، والطريقة التانية هنعملها باللبن، واللبن كامل الدسم. لو تلاحظوا اللبن فيه كمية قشطة قد ايه. طبعا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بره التلاجة، واستعملت كوباية واحدة في كل المقاسات: كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سمنة، سوري زبدة. والزبدة هنا متسيحة، وسيحتها، وبعد ما سيحتها سبتها لغاية ما بردت خالص. يعني كل اللي هنشتغل فيه مفيش اي حاجة سخنة، كله واخد درجة حرارة المطبخ علشان خاطر ايه؟ يعني الحاجة ما تفصلش معايا وانا بشتغل. تعالوا اول حاجة هنعملها، والطريقة الاولانية دي بطريقة وش اللبن. ولو ملاحظين دي علبة مجمعة وش اللبن بتاع الاسبوع، طبعا كلنا منها طول الاسبوع. ده كنا 4 كيلو لبن، جمعت الوش بتاعهم، كلنا منه طول الاسبوع، وخدت منه كوباية وتفضل شوية زي ما انتوا شايفين كده. يعني انت لو هتعملي الوصفة دي بالمعيار ده، نقول 2 كيلو لبن، يكون نوعية كويسة، هتاخدي الوش بتاعهم هيعمل معاكي الوصفة ان شاء الله. طبعا انا بالميزان حطيت على الميزان 200 جرام، لان المج الفرنساوي دوت بياخد 200 جرام. بصي لو تلاحظي القشطة مجرد من اول ما اتضربت بدأت يعني تعمل شبه الكريمة كده، تمسك في الخلاط. فطبعا بعد ما اديتها خبطتين تلاتة كده في الخلاط. والوصفة بصراحة الافضل ليها لو مضرب كهربي، هيبقى اريح لك واسهل لك بكتير. بس الناس اللي مش متوفر عندها المضرب الكهربي يبقى يفضل ان هي تستخدم في الخلاط. فلو انتوا شايفين كده بعد ما حطيت القشطة، بعد كده نزلت عليها بالزبدة. لو تلاحظوا بصوا المنظر، انا هجيب لكم كل تفصيلة هتشوفوها، بحيث اللي يعني فكر يعمل الوصفة يشوف هتنجح معاه ازاي، وايه التركات اللي هيمشي عليها. طبعا زي ما انتوا شايفين في الخلاط، فبدأت القشطة مع الزبدة يمسكوا بالمنظر ده، يعني كتكولة بقت، يعني كتكون كده بقت زبدة. تمام كده، هي أصبحت فعلا زبدة. فانا هحط لها كوبايه الزيت. طبعا في الخلاط لو حطيت كوبايه الزيت بالمنظر ده ما كانتش هتنزل والخلاط مش هيتحرك. فعملت لها اديتها مساحه كده ونزلت كوبايه الزيت. وعلى فكره مش هتفرق سرسوب مره واحده، الزيت مش هيفرق خالص، لانه في كل الاحوال هتلاقي دلوقتي الخليط هيبتدي يتحرك معاكي. ولو الخليط بقى سايل كده كده هو هيتحط في التلاجة وهيمسك نفسه تاني. هنحط الزيت زي ما انتوا شايفين وهنبتدي نضرب ضرب متقطع، ضرب متواصل، مش هيفرق كتير، الضرب واحد والنتيجة هتبقى واحدة. انا ما بقيتش افصل، يعني زي ما انتوا شايفين بقيت اشغل باستمرار. طبعا هنا خدت عصرة ليمونة، عصرة نص ليمونة، ومعلقة خل. وانا شايفة ان معلقة الخل ملهاش اي لازمة. يعني لو هتحبي تجربي الوصفة، معلقة الخل يعني انا شايفه ان هي اضافه ملهاش لازمه. اكتفي بمعلقه الليمون. والليمون يا ريت تحطيه بدون اي، التفل بتاعه مش عايزاه، يعني مجرد نقطتين الليمون اللي بينزلوا منه، تحطي معيار معلقه شاي كده من الليمون. وزي ما انتوا شايفين كده انا بطنت. المعركة كانت عاملة بقى بالاسترتش، وده مش افضل حاجة الاسترتش. يعني اكياس النايلون بتاعت التلاجة هتكون افضل بكتير، لان هتشوفوا بعد كده هتدي كرمشة شوية في القالب بتاعنا. الطريقة التانية اللي حقيقي أنا ما بفضلهاش، وهوريكم النتيجة. للأمانة هوريكم النتيجة بتاعتها، مع احترامي الكامل لجميع كل القنوات. قناة كبيرة على راسي من فوق، بس أنا هقول رأيي بما يرضي الله. بالنسبة لكوباية كوباية اللبن، حطيناها لبن كامل الدسم بخيره بكل حاجة، حطيناه ضربناه شوية في الخلاط. بعد كده نزلنا عليه بكوباية الزبدة المتسيحة الباردة اللي واخدة درجة حرارة المطبخ، مش من التلاجة، واخدة درجة حرارة المطبخ. تمام كده. لو تلاحظوا حتى في القشطة كانت سايلة شوية لأنها بره التلاجة، كله حطاه بره التلاجة، كان كله في المطبخ. بصوا بقى الحركة دي، طبعا دي زبدة اتحطت مع مادة سايلة اللي هو اللبن.
زبدة مع مادة سايلة هتحطيها في الخلاط ضربات متقطعة، ضربات سريعة، في كل الأحوال هتفصل معاكي بالمنظر ده. تمام. هي مش كده، ما باظتش ولا حاجة، بس هتفتحي الخلاط وزي ما انتوا شايفة الخلاط شغال، وبدأت انزل بالزيت شوية بشوية، لان هنا مش موضوع بقى نزلت بيه شوية بشوية سرسوبة علشان خاطر يديني افضل نتيجة. لا، كل ما في الموضوع ان انا فتحت الخلاط وبنزل بالزيت، فعشان ما انزلش اكبه مرة واحدة فنزلت بيه شوية بشوية. زي ما انتوا شايفين كل ده والخلاط شغال. طبعا الخليط زي ما انتوا شايفين اتجانس اهو مع بعضه. تمام. الوصفة لما الزبدة تفصل منك ما باظتش ولا حاجة، كملي وصفتك عادي جدا. حطي الزيت، انزلي بكوباية الزيت وضرب مع بعضه كده، وتبتدي هيتجنس مع بعضه تاني. عصرة الليمونة، وحسيت اني وحطيت كمان معلقة الخل، يمكن ما جاتش، بس انا نتيجة تجربتي شايفة ان الخل ملوش اي لازمة. هتاخدي الخليط تحطيه في التلاجة، على رف التلاجة، مش في الفريزر، على رف التلاجة. وهنا نوعية الزبدة اللي استخدمتها، ما استخدمتش زبدة نيوزيلندي، أنا استخدمت زبدة فرن، بحيث اللي حابب يجرب الوصفة يعني كتجربة ممكن يجرب عن طريق فرن كويسة. يمكن أنا مش متعودة أستخدمها، ومش متعودة أستخدم الزبدة النيوزيلندي، لأن حقيقي أفضل حاجة بفضل السمنة البلدي، أجيبها كزبدة، قوالب زبدة وأسيحها. الناس اللي عارفاني باستمرار بستخدم السمنة البلدي، لأن دي يعني في كل حاجة بستخدمها بصراحة. هنا حطيتها في التلاجة، وهقول لكم على تركات يعني وحاجات، كل حاجة نتيجتها بالتفصيل. دي باتت ليلة، يعني أنا خلصت الوصفة بتاعتي كانت بالليل، الصبح صحيت الصبح طلعت القوالب كانت بالمنظر ده. وقالب القالب اللي انتوا شايفينه ده نتيجة القشطة، والنتيجة بتاعة اللبن زي ما انتوا شايفين. يعني انا لسه مطلعها من التلاجة حالا، وزي ما انتوا شايفين بدأت تسيح، يعني مجرد ما فكتها من الاسترتش بدأت تسيح معايا. اللي معمولة بوش اللبن متماسكة جدا جدا لأبعد الحدود، متماسكة جدا. فكرتني بقوالب الزبدة البلدي اللي بشتريها، بتكون متماسكة، ممكن تطلع من التلاجة طول اليوم وتبقى متماسكة وماسكة نفسها. دي يعني سايلة شوية، وزي ما انتم شايفين هي بتتقطع وزي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا، ناعمة جدا لينة جميلة. منظرها يعني أقرب شيء للزبدة النيوزيلندي، أقرب شيء للزبدة قوالب الزبدة اللي بتشتروها. تمام. والنتيجة برضك هوريها لكم عملي قدام عينيكم دلوقتي. بصوا بقى، وانا بقطعها خدت منها شوية كده. بص اثر الدسم موجود على ايدي، بس بتسيل بسرعة، يعني بتسيل مني بسرعة. شوف مع بعض القالب التاني اللي عملته بالقشطة ابو وش اللبن، ونشوف نتيجته. للأمانة اللي يفكر يجرب الوصفة يا ريت يجربها بوش اللبن، ده رأيي الشخصي، لأن متماسكة مش هتسيل معاه بسرعة. نتيجتها افضل واقوى، وهوريكم دلوقتي بالدليل قدام عينيكم. عملتي قالب الزبده بايا كانت الطريقه اللي تستخدميها، مش هينفع تحطيها في التلاجة، هتقطعيها مكعبات، هتحطيها قالب زي ما هي. المهم هتحفظيها في الفريزر، وقت ما تحبي تستخدميها هتطلعي منها في الفريزر. لو انت حابه تحافظي عليها تفضل معاكي وتعيش معاكي لغايه ما تخلصيها، ما تبتديش تعفن معاكي، لان دي معموله بوش اللبن، مش هتطول. وش اللبن برضك ليه عمر افتراضي. وكمان اللي معمولة باللبن، اللبن برضك مش هينفع لانه سايل، يعني اللبن ليه وقت برضك مش هيطول معاكي. شايفه ان هي هتقعد معاكي اكتر من اسبوع، يا ريت ويفضل تشيليها في الفريزر اضمن لك. تعالوا بقى نجربها مع بعض. هنجرب مع بعض. اول حاجه خدنا مكعب من اللي هي معموله باللبن، القالب المعمول باللبن. النتيجه قدام عينك هتشوفيها شبه بعض تماما، بس للامانه وكلمه تحاسب بيها قدام ربنا عن تجربتي، وطبعا انتوا عارفين ان انا السمنة البلدي دي يعني اتربيت عليها بقى. آه اللي معمولة بوش اللبن بالقشطة نتيجتها اقوى بكتير، اقوى. ريحتها فعلا اكني بسيح قالب زبدة بلدي، حاجة كده محترمة. ولو انتوا شايفين ان هي بدأت تفصل، يعني بتطلع مرتة كده. طبعا المرتة
مع النار البسيطة كده هتبتدي لونها يغير شوية. خلاص كده تمام، بدأت تفصل المرتة بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين كده لغاية آخر لحظة، بص أنا لسه بقطع فيها ومفيش حاجة سايلة منها. دي اللي هو المكعب اللي معمول بوش اللبن. النتيجة بتاعتها هتبقى قدام عينك شايفاها، هتسيح معايا وزبدة مضمونا وشكلا وكل حاجة. ريحتها روعة، اللي معمولة بوش اللبن. طعم القشطة طاغي، مديها ريحة بلدي بلدي. التانية يعني حاسة ان انا سيحت زبدة فرن، مش اكتر من كده. يعني حاسة ان انا سيحت فعلا فرن. التانية اللي معمولة بوش اللبن زبدة بلدي. وادي الطريقتين قدامك، حابة تجربي ليكي حرية الاختيار، بس حابة تجربي نصيحة من اختك عزة، جربي بوش اللبن. اشتري وش اللبن واعملي بيه. طبعا هتستخدميها في الحلويات، هتقدحيها زي ما انت شايفة كده عشان ما تبوظش الحلويات معاكي. هتستخدميها كزبدة زي ما هي. يبقى في المعجنات، يعني اي وصفة معجنات هتفيدك جدا. وخلص الفيديو، ومش هقول لحد حط لايك، لان اللي عجبه الفيديو اكيد هيحط لي لايك، واللي عجبته وصفتي اكيد هيعمل لي اشتراك في القناة. ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله.